رفعت مستوى التمثيل الى سفاره، وكانت مساله ان موريتانيا دوله عربيه دولة اسلاميه ودوله تعتز بعربتها واسلامها، ورغم هذا للمصالح، طبعا العالم يحكم المصالح، فدي بيسموها يعني ناشونال انترستس. فالمصالح دهيت خلتها ان هي للاسف، وغياب بقى الدور المصري الفاعل. دورنا الاول ما كانش دوله افريقيه تقدر تخرج عن هذا الاجماع او عن هذا التكتل، لان كان في وجود مصري وتواجد في المنظمات الدوليه في المحافل الدوليه. يبقى اذا تقاعسنا، خلي بال حضرتك، في حاجه اسمها نظريه ملء الفراغ. فالفراغ ايضا الفراغ السياسي. اسرائيل وضعت بوليتيكال فاكيوم، غيابك خلى فيه فراغ ما لقيته اسرائيل. خلينا بس احنا متاكدين احنا غايبين. يعني احنا غايبين خالص. بقالنا قد ايه؟ لا بقالنا كتير. كان عبد الناصر طبعا دي كانت بدايه مسانده مصر ثورات التحرر، لكن بعد كده بعد غياب الدكتور بطرس غالي تحديدا، لانه كان راجل له اهتمام كبير بالشان الافريقي، وكان وزير الشؤون الخارجيه وكان متخصص في هذا، فكان ليه باع كبير في افريقيا. اقدر اقول من بعد دي اعتبرها مرحله، عشان بس ما نتكلمش، هي مش قصه انظمه، نتكلم على برضو يعني في اشخاص مؤثرين. فهو شخصيه رائده، يعني الاستاذ محمد فايق في العصر الثوره طبعا في الحركات التحرر، دكتور بطرس غالي. بعد كده بقى تعالى حضرتك قول لي اسم خد موقف افريقي من صعب من المسؤولين. انا يبقى احنا سيبنا ولدنا فراغ ما لقيته اسرائيل. دكتور ضياء، عايز اقول لحضرتك، وقفنا عند الاتفاقيات ووقفنا عن حكايه افريقيا. النهارده في وضع جديد، في اتفاقيه اطاريه هم بيقولوا ان هيمضوها يوم 15. تتراوح الكلام فيها، البعض بيقول ان دي مناوشات سياسيه وان هم بيعملوا بيها بروباجندا، والبعض بيقول ان هم عازمونا فعلا، اللي هم ال8 دول بتوع المصب المنبع، ان هم يمضوا هذه الاتفاقيه وهيسيبوا سنه لمصر والسودان لو عايزين ينضموا. بخبره حضرتك في هذا الموضوع تحديدا، مستقبلنا رايح لفين؟ والله انا اول ما سمعت هذا الكلام يعني تصورت انه نوع من انواع التهديد. ولا احب ان اقول ما قاله الوزير الاريتري من كم يوم على صفحات الجرائد المصريه، عندما قال ان هذا تهديد بطعم الابتزاز. انا مش عايز اقول الكلام ده، انما واضح. صعبه نبلعها قوي الجمله، انا اسف في المقاطعه، جمله صعبه. جمله قويه، يعني محتاجه 3 كوبايات ميه، والميه بقت عزيزه يا دكتور. وانا متصور ان دي نوع من انواع التكتيك التفاوضي. في رسالة أو في مجموعة من الرسائل التي أرسلها المفاوض الإثيوبي والكيني على وجه التحديد، لأن إثيوبيا وكينيا هم اللي كانوا بيقودوا هذه الحملة. أتصور أن الرسالة الأولى موجهة للمفاوض المصري لكي يلين من مواقفه ويعني يخفض من سقف تطلعاته. الرسالة الثانية موجهة لزمايلهم، لأن ال7 دول ليست كلها على نفس المستوى من الاعتدال. الله عليك يا دكتور ضياء، انت عايز تقول ان في تباين بالزبط. في ناس ممكن يقربوا، نقدر مع شيء من الضغط. صحيح. وناس بعيدة. صحيح. حلوة قوي دي. نمرة 3 ان هم حبوا يرسلوا رسالة للدول المنحة والبنك الدولي، لأن البنك الدولي موقفه واضح. قال ان والبنك الدولي هنا لا يتحدث عن البنك الدولي، لكن يتحدث كوكيل للدول المنحة. وقالوا انه البنك الدولي لن يمول اي مشروعات لا تتفق عليها الدول ال10، ولا بد ان يكون هناك اجماع. وكأنه بيقول ان مصر والسودان اي حاجه مش هتتمرر الا موافقه مصر والسودان. بالظبط. عفوا للمقاطعه، ولكن دي نقطه مهمه جدا. البنك الدولي سيثبت على هذا الموقف؟ والله اصله كمان كونه يعني يرجع في كلامه عمليه صعبه، لان الكلام ده قيل في اسكندريه وقيل في شرم الشيخ. وقال ايضا ان يمكن تطور الموضوع الى ان قال مندوب البنك الدولي في احد هذه الاجتماعات انه ليس من ما قالش من حق الدول، ولكن قال ان البنك الدولي هو اللي هيقترح المشروعات التي يمكن تنفيذها والتي يطلب موافقه كل دول الخوض عليها، حاجه زي كده يعني. هناك ايضا رسالة الى الناس اللي بيطلبوا اقامة مشروعات. أيوة. يعني مثلا احنا سمعنا ان الصين عندها مصالح في توليد الطاقة الكهربائية وبيعها طبعا، فهو بيبعت رسالة لمثل هذه الدول يقول لها والله احنا دلوقتي يعني احنا في حل من متطلبات، تعال اشتغل حاجة زي كده. كمان يمكن يكون بيرسل رسالة لاجتذاب
مستثمرين جدد. انا عايز دكتور ضياء، انت قلت لي كذا اتجاه، يعني عايز اقول ايه، متخيل او توقعك او ارهاصه الحكايه هم رايحين فين؟ خبرتك كده، قلبك بيقول لك ايه؟ انا لم ارى في التاريخ الحديث والقديم مفوضيتين لنهر واحد. قصه المنابع لوحدها، هم المنابع والمصبات بيتخانقوا مع بعض على طول، لكن ما فيش حاجه اسمها انفصال. يعني عشان كده انا كنت بقول في الاول ان هي العمليه لا تزيد عن كونها تهديد. انما الكلام ده لم يحدث على مر التاريخ. لن يتعامل العالم مع مجموعه من الدول تقول ان احنا دول حوض النيل وهم مش دول حوض النيل، لان دول حوض النيل ناقصه 2 أو 3 دول اخرى. وانا شايف ان حتى الموقف الاريتري بيتعامل برقه شديده. انا نفسي انصاغ مع حضرتك وارتاح واروح لهذا التفسير، ولكن عايز اقول لك ان العالم ايضا بيشهد احيانا حالات استثنائيه بتكون خارج العقل والمدى البشري. على سبيل المثال اسرائيل نفسها هي حاله استثنائيه ملهاش مثيل في اي حاجه في الدنيا، فايه اللي ما يخليش لا قدر الله ربنا ما يكتبها عليا ولا عليك ولا على اي مصري انه يصبح منابع النيل ومنبع والمصب هي حاله استثنائيه في التاريخ، ربنا ما يكتبها يعني. والله انا شايف ليه نطمن من الناحيه دي؟ انا يعني ادعي ان انا مطمئن لسبب او لمجموعه من الاسباب. ان مصر لا يزال لديها الكثير من الاوراق التي يمكن ان تلعب بها. اول ورقه ابتدينا بها. احنا دلوقتي ابتدى الخبراء واختلفوا، ابتدى الوزراء واختلفوا، فما الذي يمنع ان يبدا الرؤساء؟ والرؤساء ابتدوا بالفعل. اذا احنا في طريق الى طريق جديد لله. من ناحية تاني برضو احنا نستطيع ان نتحدث مع الناس الاكثر اعتدالا في مجموعة السبعة. في مجموعة السبعة نفسها فيها ناس اكثر اعتدالا نستطيع ان نستقطب ونتحدث معهم. احنا نستطيع ان نتحدث مع الدول التي تستثمر في الانشاءات في حوض النيل. احنا سمعنا ان تكيزي تم تنفيذه بايادي صينيه وايطاليه. انا عايز، طب عفوا برضو دي والسؤال لو تسمح لي يا دكتور ضياء، هنتقل بالذات للجزء المالي. ان النهارده المبلغ اللي احنا محددينه للاستثمارات في افريقيا او التعامل مع هذه الدول 27 مليون دولار سنويا. عندنا دوله زي اثيوبيا السنه اللي فاتت خدت من دوله اوروبيه، دي ارقام نشرت النهارده في الشروق، يعني مش الشروق صفحه اول، 3000 مليار 3 مليار دولار هذه السنه. خدت من النرويج بس، من النرويج 414 مليون يورو. ازاي نقدر نعمل البالانس اللي بيقول عليه دكتور ضياء؟ ازاي يتعامل النهارده؟ ما فيش اي مقارنه بين اي دخل او استثمار اقتصادي، لو احنا بنفكر ان احنا نربط الناس استثماريا، بين المبالغ اللي احنا محددينها والذي يتعامل بها العالم مع هذه الدول. تمام. حضرتك بالنسبه لمساله الارقام يعني نقدر نتكلم فيها كثيرا. انا بس اللي عاوز اوضحه ان المياه بيسموها من المصالح المصيريه، سرفايفل ايشن. فده موضوع ما فيهوش فصال. ده جمال حمدان بيقول لك ده الحبل السري لمصر. وان قدرنا طبعا الحبل السري، وقدرنا بقى. طب لو ربنا سبحانه وتعالى، قلت لحضرتك المساله كبيره، مساله الصراع واداره الصراع. هو الموضوع انا في تصوري الشخصي قضيه مياه النيل اقل كثيرا من قضيه اكبر ان هي فشلنا في اداره الصراعات والازمات المختلفه من رغيف العيش وانبوبه البوتاجاز وانت طالع. فالموضوع كبير. يعني احنا مش عايزين نتوقف عند الارقام. 1 ملياردير يهودي دفع قد الدول العربيه كلها دفعت دعم اسرائيل في حدث، في ايفنت في لحظه. فالموضوع موضوع اهتمامنا بمصالحنا ومدركاتنا، برسبشن. احنا مدركين خطوره الموقف اللي احنا فيه. يعني فاللي انا عاوز اقول لحضرتك، مش عاوز امر بس على حاجه سريعا، موضوع البنك الدولي. البنك الدولي هيفكرنا بالسد العالي. البنك الدولي بس هذكر حضراتكم ان اللي بيرأسه الان هو نائب وزير الدفاع الامريكي، احد اكبر محافظون الجدد الذي خطط للحرب على العراق. وهذا الرجل اول ما نصب خلفا لامريكي سابق كان عنده مشاكل فساد اخلاقي، عندما نصب ايضا هذا الرجل دعم ما تسمى بقناه البحرين الجزء الاول منها، قناه هرتز او قناه البحرين، حلم صهيوني من 49 بعد احتلال ام الرشراش. مش هنتكلم بقى رشاش مصريه ولا اردنيه ولا فلسطينيه، الحقيقه ولا واحد دول تبعي، لا مصر ولا الاردن ولا فلسطين اقروا ان ام الرشراش دي اللي هي ايلات الحاليه تبع مين ما نعرفش حتى الان، كله بيتنصل منها.
ده موطئ القدم اسرائيل، موضوع خطير جدا استراتيجيا. طب بس انا ممكن استسمعك في حاجه؟ انا غزاره المعلومات انا خايف الناس يعني حاول تديهم في النيل. لا انت عارف علم وقت مش الوقت والله. لا انا عايز الناس، احنا بندي طلقه واضحه وهيبقى فيها حلقات. ولكن خلينا مركزين. سامحني احسن. طب نركز، هل نركز على التوصيات ايه اللي نعمله؟ يعني شايف حضرتك ايه اللي نعمله؟ يعني ننتقل عشان وقت البرنامج. يا ريت. طب استنى قبل التوصيات نسمع نشوف الناس شايفين، لانك بتتكلم عن الناس. نسمع الناس شايفه وحاسه وشايفه الحكايه ازاي في مصر. مشكلة المية ومشكلة منابع النيل في اثيوبيا، اسرائيل لها دور كبير جدا في الموضوع ده. بدأت من حوالي 20 سنة، وبدأت أكتر عندما فكرت مصر في إنشاء أو إنشاء مشروع توشكا، وعمل ممر مائي بجوار ممر نهر النيل في الصحراء الغربية. بدأت إسرائيل تلعب فعلا في منابع النيل في اثيوبيا واريتريا، وبتحاول إنها تضخ استثمارات بالمليارات لإنشاء سدود تؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وثبتت الأيام في المؤتمر اللي عقد في شرم الشيخ مؤخرا رغبة دول منابع النيل في عقد اتفاقية لتحديد حصة مصر والسودان من المياه، وده بكل تأكيد وراه إسرائيل اللي تسعى إلى تحجيم حجم مصر، ومحاولة منها تحجيم كمية المياه اللي داخلة إلى مصر. ما افتكرش ان يحصل بين اثيوبيا ومصر اي حاجه، يعني ده وطن عربي كله مجتمع مع بعضيه اصلا كده. ما افتكرش يحصل حاجه زي كده، ولو هيحصل بعد كده يبقى في قوه خارجيه من عندنا احنا هتدخل، لان دي كارثه بجميع المقاييس، تبقى كارثه يعني. الاتفاقيه اللي وقعوها الدول المستفيده بحوض النيل مؤخرا، ودول ما يرجعوا للاخت الكبيره بتاعتهم والقائده بتاعتهم مصر وجنبوهم من حاجه زي كده، فده بيعكس حاجه كبيره جدا اللي هي موجوده في المنطقه اللي اسرائيل واثيوبيا، واحنا عارفين ان معظم الاثيوبيين يهود، والهجره غير الشرعيه بتاعتهم لاسرائيل، فممكن يكون الاسرائيل لها دخل كبير قوي في الموضوع ده. بس برضه هنرجع ونقول يا دول افريقيا ويا دول العرب، مصر هي ام الدنيا. طبعا احنا بالنسبه لمصر ما تقدرش تعيش من غير مياه النيل، لكن التقسيم اللي هم عايزين يعملوه ان هم ياخدوا حصه من حصصنا دي غلط. وطبعا التقسيم دوت اكيد متدخله فيه دوله كدوله اسرائيل، فطبعا احنا ما ينفعش الموضوع دوت، ما ينفعش نعيش بدون مياه النيل، ما ينفعش نعيش بدون مياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فمصر واثيوبيا دي بلد عربيه واحده، فاكيد في تدخل خارجي. مشكله ميه النيل هي بين مصر والتسع دول اللي هم مشتركين في حوض النيل، وانا اعتقد ان ممكن تكون اسرائيل ورا المخطط دوت من خلال ان هي بتدعم بعض الدول الافريقيه بالفلوس، وبتدي لهم برضه بعض الخطط ان هي انشاء سدود. طبعا الدول الافريقيه ما عندهاش تمويل، فاسرائيل بتمولهم. انما ان كون ان هي يقطعوا حصه مصر ده اعتقد ده صعب جدا. لحاجه بس خالص ان هم حتى السدود اللي هم بيعملوها ما يقدروش ان هم كون البلد تبني سد في بلدها، اعتقد ان ممكن البلد تغرق. النيل ده مصدر حياه مصر يعني، ومصدر حياه شعبنا، ازاي نقدر نعيش من غيره؟ اي حد يعمل كده المفروض نحاربه بكل قوانا يعني. في يد خفيه ورا الموضوع ده، لان هو النيل هو شريان الحياه، وهو الناس كلها ما تقدرش تستغنى عن ميه النيل. وبعدين افتكر يعني ان مصر ما عملتش حاجه علشان خاطر مثلا، هو عاملها مدبره لمصر ومدبره لدول افريقيا اللي هي كلها على النيل، على حوض النيل. واضح ان الناس حتى مع اختلاف ثقافتها، ثقافه عاليه او ناس بسيطه، واضح ان الناس حاسه وملمسه يا حسين بيه. يعني الناس بدات تستوعب وبدات تفهم قيمه نقطه الميه. صح. حابب تقول لهم صح. طبعا سمعنا من اول برنامج ما عدا تفريغ ما قلناه الحقيقه من مضمونه. انا هضيف بس حاجه لابشر الناس. ارجوك يا اخوانا، هي مساله ادراك. يعني الناس بتتكلم عن اسرائيل ودورها، كل ده موجود، لكن انا عاوز اقوله بلاش ان احنا نغسل عربيات بميه الشرب. بلاش ان احنا نسقي الشارع ونعمل تراوح قصاد المحل، ما ينفعش.
يعني عندنا تحديات، عدو في صلف وبيحاول يضغط على مصر، هنقول ليه؟ فيبقى اذا احنا عاملين كل الحكايه يا جماعه النهارده عشان نوصل لليه من خبيرين زي دكتور ضياء واستاذ حسين عشان نوصل لليه. ولكن انا بس انا عايز اقول لك ان احنا اهم من الميه، سامحني ان انا اغسل عربيتي بالميه او كده، محتاجين، انا شايف ان احنا اكتر حاجه لازم نركز عليها هي السياسه الزراعيه. 85% من الميه بتاعتنا رايحه للزراعه، نقل الزراعه من بدل الري بالغمر مثلا، هديك مثال واحد، من الري بالغمر